ليه الشركات الكبيرة بتعمل مقابلتين أو 3 مع نفس الشخص؟ الموضوع مش مجرد تعقيد، في أسباب ذكية ورا الخطوة دي. أكيد سمعت عن الشركات اللي بتطلب منك تعدي على أكتر من مقابلة قبل ما تاخد الوظيفة، ولكن لو فاكر إن ده مجرد روتين أو تعقيد تبقى أنت غلطان. تعال أقول لك ليه الشركات الكبيرة بتعمل كده. أول سبب التأكد من المهارات بتاعة الشخص المتقدم للوظيفة. المقابلة الأولى بتكون غالبا عشان يعرفوا أنت مين، إيه خبرتك، وهل عندك المهارات المطلوبة فعلا، وهنا التركيز والكلام بيكون على اللي أنت قايله في السي في. تاني حاجة التوافق مع ثقافة الشركة. المقابلة التانية عادة بتكون مع المدير المباشر أو مع فريق العمل. الهدف منها بيشوفوا هل شخصيتك وطريقة تفكيرك هتنسجم مع بيئة الشركة، لأن الشغل مش بس مهارات، الشغل كمان تواصل وتناغم مع الفريق. ثالث سبب المقابلة الفنية أو التقنية، التكنيكال انترفيو. لو الوظيفة فيها جوانب فنية معقدة ممكن يطلب منك تعدي على مقابلة إضافية تختبر قدراتك من الجانب ده، زي المبرمجين، المهندسين، أو أي حد وظيفته بتحتاج مهارات تقنية متقدمة. لكن ليه كل ده؟ لأن الشركات الكبيرة مش عايزين يعينوا أي حد وخلاص، هم بيستثمروا وقتهم عشان يتأكدوا إن الشخص اللي هيشتغل معاهم مش بس مؤهل ولكنه كمان مناسب من كل الجوانب. طب ايه ميزه تكرار المقابلات ليك انت كمتقدم؟ ده بيدي لك فرصه تفهم الشركه اكتر وتسال اسئله تساعدك تتاكد ان الشغل ده مناسب ليك ولا لا، واهم حاجه تبني صوره واضحه عن الفريق اللي انت هتشتغل معاه. الخلاصه الشركات الكبيره بتعمل كذا مقابله مش تعقيد، لكنها خطوه احترافيه لضمان ان الشخص المناسب بياخد المكان المناسب. ولو عندك اي اسئله عن الانترفيوز او عايز اي نصايح اكتب لي في الكومنتس، وما تنساش تعمل لي فولو.